موجود في الاسماعيلي، بس الفتره اللي فاتت كده حصلت هقول مش مشكله، حصل سوء تفاهم والموضوع كبر، ومش عارف هو بالونه يعني كبرت قوي وبدون داعي خالص. كابتن محمد، يعني اكيد تعرف مدى تقديرنا لكابتن اسلام ومدى تقدير الكابتن علاء ومدى تقديري انا شخصيا ليك. بمنتهى الصراحه ايه اللي حصل ومنتهى يعني ايه الوضوح، هل اشعرت ان انت اخطأت في بعض اللحظات ولا لا؟ بمنتهى الامان، او اسأت تقدير موقف معين؟ هو كابتن خالد، انا لو هقول لحضرتك من البدايه خالص، وجودي او رجوع النادي الاسماعيلي بدايتها خالص، يعني كان النادي الاسماعيلي بيتفاوض معايا في وجودي في نادي سموحه، والناس رحبت ان انا ارجع في ظل اللي انا كنت بلعب او بشارك مع نادي سموحه، وكان الامور يعني الموضوع كان مقفول خالص في الدور الاولاني خالص. فطبعا كلمني رئيس النادي واعضاء مجلس اداره وبداوا اللي هو الموضوع يفتح بخط تفاوض بشكل قوي. وانا لقيت الامور الناس محتاجاني والنادي الاسماعيلي محتاجني، فبدات خلاص ارجع، واستاذنت نادي سموحه، وبدا الامور من ناحيه المشاركه كمان في نادي سموحه الدور الثاني. حصل لي سوء توفيق مع الكابتن حلمي، كان ليه وجهه نظر واحترمتها، وبدات ان انا اوصل لاتفاق بيني وبين رئيس النادي المحترم المهندس فرج عامر اللي انا هرحل عن النادي في اخر الموسم، وبدات ارجع، وكان عندي عروض، وبدات استنى التفاوض والمفاوضات بيني وبين النادي الاسماعيلي. وانا رجعت اولا عشان النادي الاسماعيلي، وثانيا لاني اعرف معنى وقيمه هذا النادي والجمهوري. وكلمني طبعا في الوقت ده الكابتن احمد حسام ميدو، وكنت اول المرحبين، وكنت سعيد جدا، واول الناس اللي كنت مبسوط جدا اللي تولي المهمه اللي هو احمد حسام ميدو، اللي انا ارجع مع صاحبي وكابتني واخويا اللي هو ابدا حياتي التدريبيه برضو، وارجع كمان شغلي مع النادي الاسماعيلي في خلال وجود الكابتن حسام. طب ده شيء رائع، ويبقى ليا دور ان شاء الله معاه. فطبعا كان الكلام مختلف جدا، اللي انا راجع اشارك، اللي انا راجع اقف جنب النادي، راجع انا عندي دوافع وطموح جدا اللي انا اعمل حاجه للنادي الاسماعيلي، وده ده كان اصراري، وده نابع اصراري، وده يعلمه كابتن اسلام، لاني انا طلعت مع جيل عمالقه، جيل كابتن اسلام وكابتن عماد وكابتن محمد صلاح ابو جريشه. فانا طلعت مع جيل محترم، وانا بدين ليهم الفضل اللي هم عملوني جول او حارس مرمى للنادي الاسماعيلي من صغري، لاني عمري ما انسى فضل اللعيبه دي كلها كبار، عشان ما ننساش اساميهم كلهم بلا استثناء، وقفوا جنب محمد صبحي، وقفوا وامثال كتير من اللعيبه الصغيره اللي وقفت جنبها اللعيبه الكبار دي. تمام. فطبعا انا رجوعي للنادي الاسماعيلي كان رجوعي مش اعتزال، ولا رجوعي اللي انا اقعد على الدكه الاحتياطي. انا ما بيقللش مني الا اي لعيب ان انا اقعد احتياطي. انا قعدت العوادي الموسم اللي قبل ما ارحل النادي الاسماعيلي، لان انا كنت عارف اللي انا اخر الموسم، اللي مش عايز اقول الاداره او الامور بكتير اللي انا هرحل بره النادي الاسماعيلي، فكنت بسكت. فما كانش الامور الموضوع بتختلف معايا، لاني انا بره النادي الاسماعيلي الخلافات ماديه والخلافات كبيره جدا وصلت بيها، لاني انا قعدت عامين كاملين ما خدتش مستحقاتي. فبدات اسكت احتراما لجماهير النادي الاسماعيلي، واعمل جول صغير اسمه محمد عواد، كان يدوا له المشاركه ويلعب ويعتمد عليه النادي الاسماعيلي، عشان في نهايه العام انا ما امشي ما يقولش محمد صبحي هرب وساب النادي الاسماعيلي. ده جوايا، كان ده نابع من جوايا. يعني انت مقتنع ان اللي بيقعد احتياطي ما بيقللش منه؟ ما بيقللش منه. حلو. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل يا كابتن اللي انا بدات فتره اعدادي، ومش عايز اقول ما لقيتش الامور اللي انا ابقى هشارك بشكل كويس، او او الاعداد، او اللي انا كنت مستنيه الناس تكون سبورت ليا، او اللي انا الكلام ده، لا لقيت الامور هقول لك في ماتشات وديه الحارس زي ما لعيبه كتير مثلا عارف انت مش في مستواها، المفروض الاجهزه الفنيه ترجعها. انا حسيت مش ده، يعني حسيت الحارس اللي معايا العواد اللي مش موجود في المنتخب العسكري بقى له 20 يوم 25 يوم بعيد عن النادي الاسماعيلي وفتره الاعداد، ووجود محمد مجدي الصغير اللي هو الناشئ اللي معايا انا وهو الموجودين في المعسكر بياخد بالشكل الكافي المباريات الوديه او التجهيز دي اكتر. فهل انت هتعتمد على الولد ده او هتعتمد على محمد صبحي؟ فالامور ما كانتش واضحه بالنسبه لي، فكنت بدات الامور دي بدات احس بخوف، يعني بدات احس بخوف. عندي ثقه في نفسي، بس بدات احس بخوف. قلت الامور عاديه، وكلمني مدرب حراس المرمى بتاع مدرب الكابتن سعفان، قال لك كبر دماغك، انت الامور دي انت كبير، انت مش محتاج المباريات دي، خلي يعني يلعب والكلام ده. بدات اخش في الامور الجد، وبدات مباراه بتروجيت اخذت شوط وعواد اخذ شوط. طبيعي جدا اللعيبه كابتن خالد لازم عشان يرجع لمستواه فورمته لازم يرجع بالمباريات سواء وديه او رسميه، وخاصه حارس المرمى.
بالظبط يا كابتن. فانا راجع كل طموح ودوافع اللي انا العب وهرجع من خلال المباريات دي، وهرجع من خلال زمايلي وفرقتي اللي بتبدا بطوله الدوري. ده شيء طبيعي مفروغ منه. فطبعا انا ما حدش يتكلم معايا، انا مركز في شغلي ومركز في تمريني، وعندي ثقه في نفسي ان انا جاهز فنيا وبدنيا ان انا ارجع والعب. فطبعا انا اتفاجئت اللي هو الامور اللي عواد بدا، وعواد هم قالوا هو اجهز فنيا، وصبحي بدا يتقال قبل بطوله الدوري اللي صبحي بعيد عن مستواه، صبحي بعيد عن فورمته، بعيد عن بتاع. انا مش مهمتي اللي محمد صبحي حد يجهزه، انا مش هجهز في البيت او اجهز بتاع. انا اللي هيجهزني مباراتي، مهمتي انتوا اللي تجهزوني او اللي اجهز مباراتي او الكلام ده. لا بس انا شخصيا نابع من جوايا وعندي قناعات بنفسي اللي انا جاهز وهرجع من خلال المباريات دي. فطبعا انا اعتذرت بشيء من الشياكه للكابتن احمد حسام ميدو، وانا بحترمه جدا. قلت له يا كابتن انا اللي اتقال الفتره اللي فاتت اللي انا مش جاهز فنيا ولا بدنيا اللي انا ابدا بطوله دوري، فهل من المعقول ان انا انزل دلوقتي ابقى احتياطي معاك؟ فانا شايف نفسيا وفنيا والكلام ده انت بتقول، والظروف ممكن تحطني في الملعب في اي وقت هتحاسب عليه، محمد صبحي هيتحاسب عليه. طالما حضرتك ليك وجهه نظر في ده، اكون بعيد في الوقت الحالي لحد ما اجهز، او انتوا لما تشوفوا محمد صبحي جاهز يتم الدفع بيه. ده احساسي وده كان نابع من جوايا، لاني انا راجع زي ما قلت يا كابتن خالد، انا راجع اعمل حاجه لنفسي واولا النادي الاسماعيلي. وانا زي ما قلت يا كابتن خالد انا مش مبطل بقالي 4 سنين، ولا انا عندي 44 سنه. لا طبعا. اللي كابتن عصام الحضري النهارده اللي احنا اخدينه مثل، الراجل عنده 43 سنه بيلعب، صح. يعني ماينس بينه وبينه 10 سنين، صح. وبيقاتل وبيقاتل. انا ما حدش يزعل مني اللي بيلاقي جول او لعيب بيحب لعبه وعنده غيره على شغله وعايز العب. مع الاعتراف المنافسه، انا بنافس وانا جاهز وحابب ان انا اتمرن، والكابتن اسلام يعلم ده، ان انا اتمرن صبح وبالليل. والكابتن اسلام عايز يقول لك حاجه كمان. صبحي ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ منور حضرتك. الحمد لله حبيبي. يعني صبحي طبعا يا كابتن خالد زي ما قلت لكم، يعني اخويا الصغير الكابتن علي حتى كان مستغرب. فانا يعني اللي هو بيقوله ده كله على فكره انا كنت شاهد عليه. يعني ايه كنت شاهد عليه؟ ان هو صبحي دايما حتى قبل ما يروح نادي سموحه او اي حاجه يكلمني في التليفون ولا يا كابتن في كذا 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 كذا، ايه رايك؟ طب حصل كذا حصل كذا. فكنت بقول له رايي من منطلق ان هو زي ما كان، يعني زي ما هو حتى بيتكلم وبيقول ان عماد النحاس ممكن يكون بيكلم عماد النحاس، على فكره ممكن يكون بيكلم بركات يساله، بيكلمنا كلنا يعني. انا كلكم بكلمكم، وطبعا انت حضرتك يعني تعلم ده، كابتن بركات وكابتن عماد النحاس وحضرتك وكلكم كل الجيل، انا على اتصال بيكم، لانكم يا كابتن انتوا اصحاب فضل عليا ولازم استشير حبيبي. لا انت يعني بس خلينا اكمل عشان الناس تفهم انا قصدي ايه. فاللي انا قصدي يا كابتن خالد ان فعلا صبحي الكلام ده كان على يدي، زي ما فؤاد المهندس كده كان بيقول لو تفتكر على يدي. انا كنت طب اصل هو كان بيحصل كذا يا كابتن، فانا كنت اقول له لا طب النادي الاسماعيلي ده بيتك. وهو الحقيقه كان كله اصرار صبحي ان هو يرجع النادي الاسماعيلي لغرض واحد فقط، ان هو يرجع امجاد النادي. لان انا كنت انا بتكلم على فكره على الهوا زي ما بتكلم قدام بره الهوا، كنت بقول له انا مش حاسس بالنادي الاسماعيلي، انا حاسس ان النادي الاسماعيلي بعيد عن ريحه النادي الاسماعيلي اللي احنا كنا نعرفه. فكل الكلام اللي هو بيقوله صبحي مظبوط 100%، 100% انا متاكد منه. لكن انا كان اعتراضي على صبحي ان محمد صبحي الحقيقه ككابتن النادي الاسماعيلي زي ما حسني عبد ربه رمز، اصبح صبحي بالنسبه لنا دلوقتي او بالنسبه للاسماعيليه رمز للنادي الاسماعيلي. طبعا ان ما ينفعش ان انت يا صبحي ان المدير الفني اثناء مباراه او اثناء محاضره مباراه مهمه واولى مباريات الدوري يقول ان محمد عواد او اكس من الناس هيلعب، تروح تقول له انت كذا. انا كان اعتراضي على ده وانا بلغته الكلام ده على فكره، وقلت له كنت تستنى تقعد احتياطي عادي جدا وتستنى لما بعد المباراه وتقعد مع الكابتن احمد حسام ميدو تفهم منه الوضع الف ب ج ايه الموضوع، ويا كابتن احمد طيب انا بره الموضوع لغايه لما حضرتك تشوف غير كده. اعتقد كانت الامور هتبقى افضل من كده. فهو دلوقتي وضح لنا حاجات كتيره جدا ان يعني ان ده ما حصلش اثناء المباراه. فانا اللي انا كنت عايز اساله يا صبحي ليك، هل انت دلوقتي في اي عقوبات؟ هل انت موقوف؟ هل انت في اي حاجه؟ يعني الاستاذ خالد برضو يعني العلاقه انت دلوقتي بعد اعتذارك هل هناك رد فعل من النادي الاسماعيلي او مجلس اداره الاسماعيلي او الجهاز الفني يا كابتن محمد؟ والله يا كابتن اسلام انا كل اللي بسمعه في الاعلام اللي صبحي اتطبق عليه عقوبه 200,000 جنيه وسحب شرط الكابتنه منه والكلام ده. بس انا شخصيا انا كان حصل اتصال هاتفي بيني وبين الكابتن احمد حسام ميدو بشد من ازره لمباراه المقاولين امبارح، وكلمته وقلت له انا جنبك، وما جيت النادي الاسماعيلي انا جاي عشان احمد حسام ميدو عشان النادي الاسماعيلي، وانا جنبك وصبرت ليك. انا عشان لو انا كان يعني رد الفعل اللي انا لقيته مني او الكلام ده
يعني كان بادب، وبرده كان ده كان نابع من خلال كابتن محمد حسام، اللي بما انك لعيب واللي ما حدش قعد معايا وما حدش اتكلم معايا، وانا كان غيرتي اللي انا ابدا دوري واللي انا اشارك او اللي انا الكلام ده. قال لك ايه بقى يا كابتن احمد؟ فقلت الكلام ده، قلت له الكلام ده ما بيزعلش حد، قلت له ده حصل معاك قبل كده اكيد، واكيد كنت بتزعل وكنت بتصور، بس انا ما سبتش الفرقه، انا كنت جنب الفرقه، انا اتكلمت بشكل كويس وشكل مهذب جدا مع كابتن حسام، لانه هو انسان راقي جدا واحنا علاقه كبيره جدا مع بعض. فقلت له يا كابتن انا الكلام اللي بسمعه، قلت له يا كابتن احمد احنا اخوات، اولا انا لازم الموضوع بيني وبينك اللي احنا بنتكلم، قلت له انا الموضوع كله اللي انا حابب اللي انا العب، وحابب اللي انا يبقى ليا طموح وليا دور معاك والكلام ده. بس هو رد عليك قال لك ايه يا محمد؟ الكلام اللي بسمعه اللي فات، اللي انت محمد مش جاهز فنيا وبعيد وكذا 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 ولسه مش دلوقتي بقى لك سنه ما بتلعبش والكلام ده. طيب قال لك ايه هو بقى محمد؟ فقال لي بص يا صبحي، انا ما كنتش اتمنى ان الموضوع ده يحصل منك. قلت له يا كابتن انا طول ما انا مش جاهز فنيا وبدنيا ابقى بعيد، فبلاش تحطني في الوضع اللي هو اللي انا كنت اتكلمت فيه من دلوقتي، اللي انا ما ابقاش في الاسبوع، فخليني بعيد، لان انا نفسيا بقيت دلوقتي مش جاهز، فخايف اتحط في موقف يتحسب عليا. فالمهم هو الكابتن ميدو قال لي انا في اجتماع بيني وبينك اما ارجع المباراه وتبقى في التمرين ومفيش مشكله. وانا شخصيا يعني على الهواء انا بعتذر على الموقف نفسه، بس الناس والاعلام، الناس اللي طلعت وقالت الموضوع بشكل وكبرت الموضوع والكلام ده، اللي صبحي رافض يقعد وصبحي يعمل، لا انا عارف وعندي ثقه في نفسي وعندي ثقه في امكانياتي. ده النادي بتاعك يا صبحي، ما فيش حاجه اسمها كده يعني. بدايه رائعه جدا 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 كابتن محمد، ويعني هنحاول احنا نتصل برضو بالكابتن ميدو، لكن وضحت جماهير النادي الاسماعيلي والمجلس الاداره والعشاق النادي الاسماعيلي وعشاق محمد صبحي، ويعني انت كنت بتفكر في ايه، واعتذار رائع جدا، وهذا لا يقلل منك بتاتا، بالعكس. لا ده هو ده كابتن الفريق، هو ده كابتن الفريق. كنت لسه اقول لك يزيد من قيمه كابتن محمد صبحي ككابتن. انا عايز اقول حاجه. اتفضل. كابتن علاء، انا كنت من نادي سموحه، انا كنت في منتخب مصر، كابتن علاء نبيل. طبعا. يعني انا في وجودي لما رجعت نادي سموحه قعدت 3 شهور 4 شهور ما بشاركش، ابتعدت على المنتخب. يعني كانت اخر مباراه ليا مباراه السنغال اللي كان للاسف، وان شاء الله ترجع تاني يا محمد. فكابتن علاء يعني كان شاهد على ده، اللي انا كنت من خلال، انا كنت اخر وقت ليا من 4 شهور او 5 شهور كانت اخر مباراه لينا مباراه السنغال ومعسكر تونس، كابتن علاء قاعد في الاستوديو. فانا مش بعيد، انا مش بقالي سنه، انا مش ناسي الكوره زي ما الناس في الجهاز، في ناس بتقول اللي محمد صبحي بعيد عن مستواه. انسى بقى الكلام ده يا صبحي. خلاص يا محمد وركز. والاعتذار ده بدايه جميله جدا، ووجهه نظرك وصلت بمنتهى الصراحه. بشكرك جدا جدا، وبالتوفيق ان شاء الله يا محمد. بالتوفيق.